أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال العقد الأخير، من قلعة الأهلي المليئة بالإنجازات والألقاب إلى تجربة جديدة مع نادي سيراميكا كليوباترا، وبينهما محطات دولية مع منتخب الفراعنة مليئة بالمسؤوليات والضغوطات. رحلة لاعب لا يعرف الاستسلام. من هو ضيف برنامج توقعات؟ نجم الكرة المصرية ونجم نادي سيراميكا كليوباترا عمرو السولية، أهلا بك في برنامج توقعاتي. شكرا لقبولك الدعوة. اهلا بيكي وانا مبسوط ان انا معاكي النهارده وان شاء الله تبقى حلقه ممتعه. أبو ليلى مثل ما بتحب العالم تناديك. اليوم بدي أسألك توقعاتك بكأس العرب، رح تكون واقعية أم عاطفية؟ لا ان شاء الله واقعيه. واقعية. واقعيه. والحوار معنا رح يكون صريح أم دبلوماسي؟ لا من القلب ان شاء الله. صريح أم دبلوماسي؟ صريح. صريح جدا. جدا. طيب، كابتن عمر، قبل ما نبلش نفوت بتفاصيل وأجواء كأس العرب، خبرني كيف هي حياة قائد نادي الأهلي السابق خارج أسوار القلعة الحمراء؟ شو تغير عليك؟ لا. وهل في كرة قدم خارج الأهلي؟ في طبعا، يعني في كره قدم خارج الاهلي طبعا، يعني الفتره اللي قضيتها في النادي الاهلي طبعا فتره انا بعتز بيها جدا، حققت فيها نجاحات كتيره جدا ووصلت لكل حاجه تقريبا كنت بتمناها. عملت تاريخ كبير مع النادي الاهلي في 9 سنين تقريبا. حققت كل البطولات الممكنه. بره النادي الاهلي طبعا في كره قدم بعيد عن الضغوطات شويه، بعيد عن ضغط الجمهور والاعلام. شكلك كنت تعاني من جمهور الأهلي. مش لا مش بعاني، بس الضغط طبعا، يعني الواحد بيكون بيلعب في احسن نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط، نادي بينافس على البطولات طول الوقت، فطبعا بيبقى فيه ضغط غصب عننا يعني على اللعيبه. الجمهور على طول عايز المكسب. هل شعرت للحظة أنه نادي الأهلي تخلى عن عمرو السولية، خاصة أنك كنت ربما من أكثر اللاعبين استقراراً على المستوى الفني والبدني والذهني؟ يعني الأرقام اللي حققتها مع الأهلي أرقام خرافية. بصي هقول لك على حاجه بصراحه، انا يعني زي ما قلت لك انا راضي عن الفتره اللي انا قضيتها في النادي الاهلي. ممكن اكون كنت متوقع يعني تقدير اكتر من كده. بس انا كنت عامل حسابي، يعني متوقع كذا سيناريو، يعني متوقع ان السيناريو اللي حصل ده يحصل. القرار فني أو إداري أو من المدرب؟ اعتقد اداري مش فني. إداري مش من المدرب؟ لا لان كان هدف بناء فريق جديد. يعني على ما اعتقد، لان ما اعتقدش انه يكون فني، لان المدير الفني كان خلاص ساب الفرقه وكانوا بيدوروا على مدير فني جديد، فده اعتقد قرار اداره انه عايز يبني فرقه جديده باعمار سنيه مختلفه. بس انت كنت قادر بعد تعطي للاهلي لحد دلوقتي قادر. لا قادر. وكنت حابب تشارك معهم بكأس العالم للأندية على القليلة كموقف تقديري لما قدمه عمرو السولية. ده اللي كنت مستنيه. طب هل حدا حكي معك أو أنه رحيلك تم بطريقة هادئة أو صامتة أكثر مما كنت تتوقع؟ هل حدا اتصل فيك شكرك؟ هل هناك مباراة تكريمية لقائد بحجم عمرو السولية؟ ما فيش أي حاجة من دي. هو الموضوع كان جلسة مع مدير الكرة، بلغني بيها بالقرار، قلت له أنا خلاص يعني شكرا ليكم وبشكركم، والفترة اللي أنا قضيتها أنا راضي عنها وخلاص وتمام. على كل حال عمر، هو العتب عقد المحبة، كنا بنعرف قديش بتحب الأهلي، فأكيد رح يكون في مثل نوع عتب داخلك، يعني شايف الحزن بعيونك لأنك بتحب الأهلي. أكيد مثل ما طبعا. بنقول عتب عقد المحبة. أكيد طبعا أكيد. طيب عمر، رح نبلش توقعات. مثل ما بتعرف في 14 منتخب رح يخوضوا الملحق التأهيلي، 7 منتخبات فقط رح تأهلها على مسؤوليتك للنهائيات. إن شاء الله. منبلش سوريا وجنوب السودان. لا أتوقع سوريا إن شاء الله. سوريا. سوريا. الآن فلسطين وليبيا المتطورة، من يواصل ومن يغادر؟ لا فلسطين تكمل. عمان والصومال. عمان. جزر القمر واليمن المتطور أيضا.
اعتقد جزر القمر. جزر القمر. مم. موريتانيا والكويت. الكويت. البحرين وجيبوتي. لا، البحرين. لبنان والسودان. لبنان. لبنان. طيب هاي هي المنتخبات على مسؤوليتك أبو ليلى، أنت أهلت للنهائيات. قبل ما نبلش رحلة التوقعات إلى الدور الثاني، خبرنا شوي عن منتخب مصر يلي رح يشارك بالمحليين بقيادة مدرب وطني هو حلمي طولان. شو الهدف من المشاركة اليوم، خاصة أنه أنتم مزيج المنتخب بين شباب وبين لاعبين عندهم خبرة دولية كبيرة، طبعا تتقدمهم أنت يعني. لا يعني انا شايف ان احنا البطوله دي يعني عاملين منتخب اقوى من البطوله اللي فاتت. العناصر اللي موجوده هي العناصر يعني احسن عناصر موجوده في الدوري المصري. ومعانا طبعا في محمد النني طبعا محترف في الجزيره الاماراتي، لعيب طبعا خبره كبيره طبعا. شايف ان العناصر اللي موجوده دي قادره ان هي تصنع الفارق ان شاء الله في البطوله. الهدف شو؟ البطوله ان شاء الله، الهدف ان احنا نوصل للنهائي ان شاء الله ونرجع بالبطوله. طيب خلينا نبلش التوقعات. المجموعه الاولى بطل اسيا قطر في مواجهه تونس وصيف النسخه الماضيه سوريا وفلسطين. اول هذه المجموعه اتوقع قطر. بلشنا الثأر من تونس من هلا. هي تونس هتصعد بس بالوصافة. بالوصافة. إذا قطر في صدارة هذه المجموعة وتونس تتأهل وصيفة المجموعة الثانية. الآن بين المغرب السعودية عمان وجزر القمر. الأول هيكون المغرب والثاني السعودية. أول المغرب. المنتخب السعودي يتأهل في وصافة هذه المجموعة. المجموعة الثالثة مجموعة الفراعنة. عمر، هل بتلاقيها مجموعة صعبة، وهل أنه يمكن أنتم بهالمجموعة حتواجهوا 3 منتخبات من عرب آسيا، يعني خاصة لما تلعب ما لاعبين كتير مباريات ضد عرب آسيا، هل هالشي بشكل صعوبة أو تحدي لإلكم وكذلك للمدرب حلمي طولان؟ هيبقى في صعوبة شوية طبعا ان الفرق اللي موجودة كلها تبقى من آسيا. الأردن احنا لعبنا قدامهم قبل كده في البطولة اللي فاتت، فريق قوي جدا وعندهم عناصر مميزة. الإمارات برضو أتوقع إنها تبقى مجموعة صعبة شوية. طيب أول هذه المجموعة مصر دون نقاش عطوه مصر إن شاء الله. ثاني هذه المجموعة بين الأردن والكويت والإمارات. لا، الأردن. الأردن كويسين طبعا. الأردن تتأهل إلى الدور الثاني كوصيفة هذه المجموعة. الآن المجموعة الأخيرة الجزائر تواجه العراق البحرين ومنتخب الأرز لبنان. أتوقع الجزائر هتكون في المركز الثاني. لحظة، ليه؟ خد وقتك بالتفكير. أعطيني الأول. الأول مين؟ جزائر، عراق، بحرين، لبنان. إيه بدي أول المجموعة مين؟ قلت لي الجزائر بالوصافة، يعني أنت قصدك العراق بيتأهل متصدر هالمجموعة، العراق الذي يعاني حاليا، العراق الجريح حاليا. لا خلينا أنا عم بقى خلينا احنا نبعد، صديق. ممكن نبعد عن الجزائر احنا. ممكن عم بتفكر لمصلحتك بمصلحة المنتخب. خلينا الجزائر الأول. الأول. قلت لي توقعاتك رح تكون واقعية ومنطقية. واقعية يعني المنتخب الجزائري احنا لسه المفروض هنلعبه الشهر اللي جاي ده، عندنا ماتشين وديين معاه، فلسه يعني مش متأكد هيكونوا بنفس القوة بتاعة البطولة اللي فاتت ولا لا. طيب اعطيني اول هالمجموعة. الجزائر. الجزائر تتأهل لمواجهة منتخب الأردن. ثاني هذه المجموعة بين العراق البحرين ولبنان. البحرين برضو منتخب كويس، ممكن البحرين.
بتعرف أنه العراق أكثر تتويجا في هذه البطولة؟ عارف. 4 ألقاب. شو حيزعلوا منك العراقيين يا عمر؟ على مسؤوليتك. البحرين. إذا العراق تودع والبحرين أبطال الخليج إلى الدور الثاني من كأس العرب. عمر، قبل ما نواصل التوقعات، هل برأيك أن تجربتك بالأهلي كانت النقطة الأهم في تكوين شخصيتك داخل الملعب وخارج الملعب؟ اكيد طبعا، يعني المده اللي قضيتها في النادي الاهلي والخبرات اللي اكتسبتها فرقت معايا جدا. طيب، بصراحة ومش جواب دبلوماسي، اوكي. انتقالك للأهلي كان انتقال عادي أم كبري متفق عليه؟ لا، هو مش كوبري، هو ما فيش يكون نص نص كوبري. لا، يا انا كوبري. هقول لك اللي حصل. وقت ما كنت في الاسماعيلي، الاداره كانت رافضه ان انا اروح الاهلي. انا كانت رغبتي ان انا اروح الاهلي. أوكي. فرحت على الشعب. هو قال لي الرئيس النادي قال لي انت مش هينفع تخرج من هنا عن النادي الاهلي. قال لي هات لي اي عرض من بره وانا هوافق عليه دلوقتي. يعني كوبري لا، خلص. بس الاهلي ملوش علاقه بالعرض ده. ايه، ما له، بس كوبري يعني يعتبر. ايه. اوكي. بالنهائي القاري عام 2022 امام الغريم الوداد المغربي، قمت بإلقاء ميدالية المركز الثاني على الأرض أمام الكاميرايات والجماهير. ليش؟ يعني كرة القدم فوز وخسارة. اكيد كرة يعني القدم والواحد لازم يكون عنده روح رياضية، وانت يعني بينحكى فيك عن روحك الرياضية والتزامك وانضباطك واخلاقك. بهاللحظة شو صار مع عمرو السولية؟ بس اللي خلانا ناخد الموقف ده الاحداث اللي كانت حصلت قبل الماتش. الظلم. حسينا ان احنا اتظلمنا شويه ان احنا نلعب للنهائي الثاني في نفس البلد الوداد على ملعبهم، والماتش كان من مباراه واحده، فما فيش فرصه ان انت تعوضي يعني. فكنا حاسين بالظلم شويه، ان احنا المفروض كانت تبقى المباراه على مباراتين عشان يبقى في فير شويه، بس لا يعني لو عاد اتظلمنا. الزمن بنفس السيناريو بترجع بتكب الميدالية. ما ندمت؟ لا لا. ما ندمتش. طيب، التقطت كاميرايات إحدى المباريات صوتك وأنت تعنف أفشة لتراخيص في التعامل مع إحدى الكرات، وأفشة لم يغضب منك. هل صحيح أن زملائك لا يغضبون منك ويقدرون لك مثل هذه المواقف لأنها تصب لمصلحة الفريق؟ اكيد هيك طبعا. علاقتك؟ لا، علاقتي باللعيبه كلها في الانديه اللي لعبت فيها والمنتخبات كلها علاقه حب واخوه. اللعيبه بتبقى عارفه شخصيتي بس هلا كويس. على الجد، والجد هلا عليه بالمصري. شو قلت له لأفشة؟ لا، انا مش فاكر الموقف ده كان في ماتش ايه بالظبط يعني. لا، مش فاكر الموقف ده يعني. في موقف حصل مع كهربا برضو يعني مع الجميع يعني. انت يعني عامة لما بكلم حد بعصبيه شويه او بتعنيف، يعني بيبقى عشان مصلحه الفرقه وعشان مصلحته هو في الاول وفي الاخر. فما حدش بيزعل. لا، ما حدش لا بيزعل من عامر. بكل صراحة، كان انتقالك للزمالك ممكنا في أي وقت من مسيرتك؟ هل تلقيت عرض وكان ممكن هالشي تروح للزمالك؟ كان موجود عرض لما كنت في الإسماعيلي. كان موجود عرض من الزمالك ومن الأهلي. أنت رفضته؟ طيب. هل تلقيت عرضا مغريا من بيراميدز ورفضته؟ مش يعني ما كانش عرض صريح قوي يعني، مش عرض دايركت. مغري يعني طيب؟ مغري شويه. طب وليش رفضته؟ كنت حابب ان انا يعني اكمل في الاهلي، وكان يعني عندي حاجات كتير لسه محققتهاش، وما كنتش حابب ان انا اخسر حب الجمهور. اوكي، نواصل التوقعات. عمر، قمة خليجية، كلاسيكو خليجي بين قطر والسعودية، وكلاهما تأهل إلى مونديال 2026. قطر. يعني بين أفضل لاعب بآسيا هالموسم سالم الدوسري، وأفضل لاعب بآسيا الموسم الماضي أكرم عفيف. هما المنتخبين يعني قويين جدا، يعني فيهم عناصر مميزة، والماتش مش هيكون سهل أبدا على الفرقتين. أتوقع قطر حظها يبقى أكتر. حظها من أي ناحية؟
يعني لأنه هتبقى السعودية بقطر كأنه عم تلعب على أرضها وأمام جمهورها. لا بس يعني البطولة لما تكون على أرض قطر والموضوع يبقى مختلف شوية، ممكن يرجح كفة قطر أكتر عن السعودية. اختار قطر. قطر على مسؤولية أبو ليلى إلى مربع الكبار. الآن المنتخب المصري في مواجهة المنتخب الخليجي البحريني. سهلت كتير على مصر ها؟ اه مع احترامي طبعا للمنتخب البحريني. لا مصر إن شاء الله. مصر بدون تردد. أكيد. مصر في مواجهة قطر في مربع الكبار. الآن كلاسيكو إفريقي من العيار الثقيل بين المنتخب المغربي والمنتخب التونسي، وكلاهما يقودهما مدربان محليان، المغربي طارق اسكيتيوي والتونسي سامي طرابلسي. مع تونس المنتخب التونسي اللي بتعرفه كتير منيح. ولو هتمنى ان تونس تصعد، بس انا شايف المنتخب المغربي اقوى بكتير. أقوى بكتير. مم. القرار عندك. احنا قلنا هنجاوب بصراحة مش بالعاطفة. مع أنه المغرب حاليا تعيش أزهى فتراتها في كرة القدم على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات. يعني بالظبط. منتخب المغرب توج بكأس العالم للشباب وتفوق على الأرجنتين. لا المغرب. ومنتخب المحليين الذي سيشارك في كأس العرب، بس أنا عم بعطيك شوية معلومات، فاز بالميدالية البرونزية بإنجاز كبير بالألعاب الأولمبية بباريس، وكذلك توج ببطولة أفريقيا للمحليين. أنا عم بقول لك يعني. وكمان تونس مقدمة يعني تصفيات بسجل مثالي، تصفيات كأس العالم. أنا بس عارف، هل تونس هتلعب أنا عارفة أنه أنت من داخلك بدك تأهل تونس لتواجه تونس، صح؟ بالظبط. بس انا لعبت قدام تونس والمغرب الفترة اللي فاتت دي، لعبت قدام المنتخبين. المغرب اقوى بكتير، المغرب فيه عناصر مميزة جدا ولاعيبة محترفين كتير في الخليج. المغرب. إذا المغرب تتأهل إلى الدور النصف النهائي. بالحديث عن تونس، عندك ذكريات مش حلوة أمام منتخب تونس عندما سجلت الهدف الخطأ أمام تونس، الهدف العكسي. عمر، كيف عشت هاللحظة؟ وهل شعرت أنه عن جد الجماهير كانت قاسية جدا وحكمت عليك بقساوة جدا؟ أنت ما كنت بتستاهل هالقد. لا خالص، لأنه بالنهاية أنت إنسان، جل من لا يخطئ يعني. لا هو اللي انا حسيته في وقتها ان انا يعني انتهت الدنيا ضيعت عندك. حلم الناس كلها وضيعت مجهود الفرقة ويعني كان احساس صعب بالنسبة لي انا نفسيا بس اتدمرت. بس يعني انا كنت نفسيا بعيش حالة صعبة، بس الردود الافعال من الجمهور اللي شفتها كانت يعني عكس المتوقع خالص يعني. طب ومن اللاعبين؟ واللاعبين كمان، كل اللاعبين كانت بتأزرني وخلاص يعني ده قضاء وقدر ومفيش نصيب. بس اللي كان مخليني مبسوط ومخليني ان انا ما احسش بصعوبة قوي ان الجمهور كان واقف معايا، وكان في رسائل تشجيع كتير جدا. الآن عمر، بين الجزائر بقيادة مجيد بوقرة حاملة اللقب والأردن وصيفة كأس آسيا الأخيرة بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، من تختار؟ لا اختار الجزائر. إذا الجزائر تتأهل لمواجهة المغرب في مربع الكبار، ومغامرة منتخب الأردن تنتهي عند الدور الثاني. هلأ بكلمة أو بكلمتين عمر قبل ما نواصل التوقعات بسرعة. بصراحة، أي لاعب قدم أكثر للمنتخب الوطني، محمد صلاح أم حسام حسن؟ محمد صلاح. أسطورة مصر، محمد صلاح، الحضري، الخطيب أم أبو تريكة؟ أبو تريكة. أصعب خصم واجهته في الزمالك، شيكابالا أم فرجاني الساسي؟ فرجاني. أسطورة حراسة المرمى في الأهلي، الحضري، شوبير، الشناوي أم ثابت البطل الله يرحمه؟ لا الحضري. القائد المثالي في الأهلي، حسام عاشور أم محمد الشناوي؟
الشناوي. أم عمرو السولية؟ لا الشناوي. الشناوي. في ديربي القاهرة الأخيرة، هل صحيح أنك تواجدت في الملعب ولابس فانيلة الأهلي؟ انا كان عندي ماتش في نفس اليوم. وليش؟ إشاعات. إشاعات. خلاص. أفضل مدرب مر على مسيرتك، موسيماني أم هيكتور كوبر أم كارلوس كيروش أم حسام البدري؟ موسيماني. موسيماني. أسوأ مدرب؟ أسوأ مدرب من الأربعة؟ لا، أسوأ مدرب بشكل عام. في الأهلي ولا في أنت أسوأ مدرب مر على مسيرتك. في لك مين؟ الأهلي سواريش. كنت متوقعة تقول مارتينيول. لا سواريش أسوأ. أجمل مباراة بمسيرتك؟ أجمل مباراة نهائي القرن. نهائي القرن. طب وأجمل هدف، أغلى هدف؟ نهائي القرن برضه. هل كانت الجملة متفق عليها أنت وعلي معلول قبل المباراة؟ صح. صح. جمهور الأهلي أم جمهور الزمالك مين أكثر تأثيراً في الملعب؟ الأهلي طبعا. الأهلي. لو الأهلي والزمالك توحدوا بفريق واحد، مين بتختار يلعب معك بخط الوسط؟ من اللي موجودين دلوقتي عبد الله السعيد. بس من الزمالك عبد الله بس. من الأهلي؟ من الأهلي إمام عاشور. أوكي. أي لاعب بالأهلي بيستحق تهديه أغنية بحبك يا صاحبي؟ هو في 2 أو 3. لا كلهم مشوا. يعني كلهم مشوا. علي معلول؟ معلول علي معلول هو صاحبك. يعني بتقول له يا صاحبي. صح. صاحبك. لو الأهلي أغنية، أي أغنية مصرية تمثله؟ فيش اختيارات. أحمد سعد عنده غنية. لا هي أكتر أغنية لايقة على الأهلي هي أنا الأهلي. أنا الأهلي. مش إحنا الملوك تبع أحمد سعد؟ تمشي برضه. إحنا الملوك. اللاعب المصري يلي بتحس أنه لو مثل بمسلسل رمضان حيكسر الدنيا؟ سعد سمير. سعد سمير. منواصل التوقعات عمر بين قطر ومصر. جاهزين مواجهة أكرم عفيف ورفاقه؟ يعني ومنتخب قطر ضمن التأهل لكأس العالم، وانتم كمان يعني ما في ضغوطات، وعم يلعب على أرضه أمام جمهوره. لا مصر إن شاء الله. إن شاء الله مصر. إيه؟ خلص. أمام السعودية قلت لي الجمهور رح يلعب دوره هيك. الجمهور المصري هنا موجود كتير برضه، يعني الجمهور المصري يعني احنا في البطولة الأخيرة كان الجمهور تقريبا موجود في الملعب كله، وأتمنى إن هم يكونوا حاضرين بأعداد كبيرة. طبعا المواجهة هتكون صعبة، لأنه في شيء بينقال إنه لما أكرم عفيف يلعب هون على أرضه أمام جمهوره من الصعب جدا أنك توقفه. هو لعيب كبير طبعا، لعيب كبير وعنده خبرات كبيرة جدا وبيقدر يصنع الفارق، بس إن شاء الله احنا نكون أحسن في المباراة دي ونصعد إن شاء الله. مصر. إن شاء الله. إذا مصر إلى نهائي كأس العرب، الآن قمة مغربية جزائرية، كلاسيكو إفريقي من العيار الثقيل، مين حابب تواجه؟ ما قلت لي توقعات منطقية، مش مين حابين نواجه. منطقية. هيبقى ماتش صعب جدا، يعني ماتش نهائي يعتبر. اتوقع المغرب. يعني برأيك المغرب ستقصي الجزائر وتتأهل؟ حسيتك مردد، جواب نهائي ولا منعتمدها؟ لا نهائي. جواب نهائي. إذا المغرب إلى نهائي كأس العرب في مواجهة الفراعنة. يعني من توقعاتك بتأكد أنه أنت بنظرك الكرة الإفريقية تتفوق على الكرة الآسيوية.
بتآمن بعد بهالشي طبعا حتى هاللحظة؟ لأنه المنتخبات الآسيوية تطورت كثيرا. تطورت طبعا، بس يعني المنتخبات الأفريقية تعتبر أقوى بدنيا فنيا. بدنيا وفنيا. نعم. عمر، هلأ لو عطيتك فقرة، لو عطيتك أوكي. لو عطيتك فرصة تعيش يوم واحد من أيامك مع الأهلي، أي يوم تختار؟ يوم تتويج ببطولة ولا يوم وداع؟ لا، تتويج ببطولة طبعا. لو عطيتك هلأ عرض من الزمالك بتفكر بالموضوع هلأ بهاللحظة؟ لا. لا. لو عطيتك استيكا، أي لحظة من مسيرتك بتمحيها أو أي مباراة أو من حياتك؟ مباراة نهائي أفريقيا أمام الترجي، مباراة العودة. لو عطيتك آلة زمنية، أي مباراة بترجع تعيشها من أول وجديد لتغير النتيجة؟ مباراة سان داونز 5-0. 5-0. لو عطيتك عصا سحرية، شو أول شي بتغيره بالعالم العربي؟ يبقى في وحدة. وحدة يعني العالم العربي يبقى متحد أكتر من كده. ضد مين؟ أي حد، ضد العالم كله. ضد العالم كله. أبو ليلى، المغرب ومصر. المغرب ترى مش هينين، قلت لك يعني داخلين أنا عارف. البطولة بقوة. عارف إمكانياتهم كويس جدا. وماتش صعب جدا. بتحسها بتروح اكسترا تايم المباراة ممكن وبنالتيات؟ الماتش هيبقى صعب على الفريقين، انه ديربي طبعا افريقي، ممكن يوصل لاكسترا تايم وضربات جزاء، واحنا هنكسب ان شاء الله. قطر. مصر ان شاء الله. إذا مصر تتوج بكأس العرب في نسختها 11 للمرة الثانية في تاريخها على مسؤولية أبو ليلى طبعا. ان شاء الله. بتحس قادرين تفوزوا أبو ليلى؟ إيه ان شاء الله، يعني المجموعة اللي موجودة مع الجهاز الفني ان شاء الله قادرين ان احنا نعمل حاجة كويسة بإذن الله. عمرو السولية، قائد منتخب مصر وكذلك قائد نادي سيراميكا كليوباترا، نتمنى لك التوفيق ونراك قريبا هنا في قطر في كأس العرب. شكرا جزيلا لك. شكرا.